وزي ما اتفقنا خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد. ده طبعا كرسي جلد طبيعي، ده مشقق، وزي ما انتم شايفين الشقات والتجزيع القوي جدا ده مادام حصل بيكون بعد كده الجلد لو صبرت عليه شوية بيتقطع. طيب هو الجلد بيتأثر بإيه؟ إن هو عليه الألوان الأولانية اللي كانت عليه الطبقة الأولانية دي، مع الوقت الطبقة دي بتنشف فبتخلي الجلد ينشف. فاحنا هنا لما بنشيلها، طبعا دي طريقة جديدة وبشرحها لكل اخواتي وحبايبي اللي في بلد اخرى او الصناعية المحترمين او المكان البعيد. احنا دايما يا جماعة بنبص لكل حاجة ليها حل، مفيش حاجة اسمها ملهاش حل. شغل دماغك شوية عشان تنفعك الايام اللي جاية. خليني اقول لك بس ان احنا محتاجين، هو الموضوع بيبقى محتاج مجهود، وانا شايف ان الصنعة لازم تبقى احسن حاجة عشان مفيش حد احسن مننا. احنا المفروض نعمل كل حاجة كويسة بفضل الله. النهاردة زي ما انت شايف شغل دماغك شوية. كمان عايز اتكلم عن الخامات وطريقة العمل. بص احنا هنا هنشيل شقات خالص اهو تماما. الكرسي كله هيتعمل، القعدة كلها تمام، وده على اي وضع. اهم حاجة ما يكونش اتقطع. كمان الجلد الطرة، يعني لما بيطلع الجلد الطبيعي بقى خلاص بعد ما بنشيل البويه اللي نشفت دي بيبقى الجلد طري. فواحد يقول لك الجلد نشف، الجلد ما بينشفش. اللي بينشف الجلد البويه اللي عليه الاوريجينال اللي هي الطبقه الاولانيه. طبعا احنا هنا بنحط بويه عشان بننسم، لان بيبقى فيه فرو مكان الصنفره اللي هو الصورخه اللي انا صورختها، فلازم البويه بتتحط بالطريقه دي ما بتترشش. بعد ما بتنسمها، واللي هي عشان تعمل التبليطه بتاعتها اللي هو الجلد ينام، الفرو ينام يعني. تمام. بعد ما بتعمل ده كويس، بعد كده بتحط على ايدك تنر علشان الخامات ديت تبتدي تتنسم في بعضيها وتكون ناعمه، ما يكونش في حتت مع بعضها. تمام. طبعا الكرسي رجع زيرو، هو زي ما انتم شايفين الجلد، والجلد بقى طري وكل حاجه. هنا بعد كده هناخد الوش بقى، وش في وش في وش في وش، والاخر الكرسي طلع بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. طبعا انا بشرح كل حاجه بحيث الناس كلها تستفيد. مفيش حاجه اسمها ما ترجعش، مفيش حاجه اسمها جلد نشف. الجلد مشقق الحقه قبل ما يتقطع. كل حاجه لها طريقه، مش شرط تجيني، شرط ان انت تعرف الحل فين. طبعا زي ما انتم عارفين استنونا في فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة. انا بحب افيد الناس يا جماعة، مش لازم تجيني. الكلام ده انا بشرحه عشان لو انت عايز تعمله اعمله انت في بلد اخرى، لازم كله يستفيد. احنا بنحب نعلم ونتعلم، وزي ما قلنا علم ينفعك، علم ينفعك في قبرك. وان شاء الله كلنا محتاجين الدعوة الجميلة ودعواتكم معانا. استنوا في فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة.